اللي بيحصل حاليا صعب قوي، صعب على ناس كتير، وفي ناس كتير ممكن ما تقدرش تستحمل. تعالوا نشوف ايه خطوات بسيطة نقدر نعملها تساعدنا ان احنا نتعامل مع الظروف الحالية. اول حاجة محتاجين نطلع المشاعر اللي حاسينها بشكل ايجابي. عادي جدا لو حسيت ان انا عايزة اعيط اعيط، عادي جدا لو انا حاسس بالألم والحزن، عادي، احنا بني ادمين ولازم نشعر، وخصوصا بسبب كل اللي بيحصل هنشعر بده. ولكن طلعوا المشاعر اللي جوه، اتكلموا مع الناس اللي عندهم نفس هموم القضية، اتكلموا معاهم وطلعوا المشاعر، شوفوا ممكن نعمل ايه. اكتبوا، مش عارفين تتكلموا مع حد اكتبوا، ده فعلا بيساعد كتير. مش عايزين تتكلموا مع حد، مش عايزين تكتبوا، اتكلموا مع ربنا وادعوه. ولكن ده لازم يبقى في شكل ايجابي، لازم يبقى فيه كنترول على نفسنا علشان الصورة تطلع مظبوطة. عشان زي ما انتوا عارفين في ناس بتاخد جزء من الصورة وتوريه، محتاجين نحافظ على الهدوء بتاعنا شوية. الحاجة التانية ناخد اكشن. انا عارفة ان كتير مننا دلوقتي حاسين ان احنا مذنبين، مش عارفين نعمل حاجة. احنا فعليا مش عارفين نعمل حاجة، ولكن في حاجات صغيرة ممكن نعملها يمكن تساعد. عندك طريقة تدعم بيها، دعم. عندك طريقة توصل بيها لباقي الناس الحقيقة اللي بتحصل بشكل حقيقي، وصل. عايز تسبورت، تعمل دونيشن، اعمل ده. مش قادر تعمل كل ده، الجأ لربنا وادعي له انه يرفع عنا وعنهم. حاجة كمان، بلاش ناخد القضية الأساسية ونروح او نسيبها ونروح لمشاكل فرعية. القضية الأساسية أنا وإنتوا عارفينها. المشاكل الفرعية مين مؤيد، مين معارض، مين بيقول إيه، مين ما بيقولش إيه، دي مش مشكلتنا خالص، مش دي مشكلتنا. اللي عايز يقتنع بحاجة يقتنع بيها، واللي عايز يقول حاجة يقولها. المهم إحنا عارفين الحقيقة فين وعارفين القضية فين، نركز مع القضية، ملاش ندخل في حوارات جانبية لا هتودي ولا هتجيب، بالعكس دي كل اللي هتعمله إنها هتزيدنا توتر وقلق كتير. حاجة مهمة قوي، خليكوا عارفين ده مش أول مرة يحصل ومش آخر مرة. عدت علينا لحظات كتير جدا زمان، ويمكن في الأجيال اللي قبلنا، ويمكن يحصل في الأجيال اللي بعدنا كمان. فكل اللي انتوا لازم تحطوه في دماغكم إن دي لحظة ومش دايما، مش هتدوم العمر كله. حاجة مهمة جدا، بلاش نقعد 24 ساعة نتابع الأخبار. متابعتك للأخبار مش هتعمل حاجة، لا هتحل مشكلة الناس ولا هتفيدك انت بحاجة، بالعكس هتزود القلق والتوتر والضغط اللي انت فيه. لا هتعرف تكمل شغلك ولا هتعرف تقعد مع أولادك تحكي لهم الحقيقة فين، ولا هتعرف تعمل حاجة طول ما انت قاعد قلقان. متابعة الأخبار 24 ساعة، ولا 24 ساعة مش هيفيد أي طرف من الأطراف بأي حاجة. النقطة الأهم والمهمة جدا جدا جدا، ودي في ايد كل حد فينا، نقعد مع أولادنا نعرفهم ايه القضية وايه اللي بيحصل، ونعرفهم الحقيقة. لأن في حاجات كتير جدا مغلوطة، واحنا عارفين، انتوا عارفين ايه اللي مغلوط وايه اللي مش مغلوط. يمكن الجيل بتاعنا ما يقدرش يوصل لحاجة، بس يمكن جيلهم يقدر يوصل لحاجات تانية كتير. فهموهم القضية، خليها قضيتهم هم كمان. هونوا على نفسكم وهونوا عليهم. دمتم وأهلنا بخير وعزة يا رب.